أثارت العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب نهائي كأس إفريقيا موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية، وسط تشكيك متزايد في نزاهة القرارات ومدى عدالتها. خبراء في الشأن الكروي اعتبروا أن العقوبات المفروضة على المغرب والسنغال جاءت غير منصفة، خاصة في حق المنتخب المغربي، محذرين من أن هذا النوع من القرارات قد يفتح الباب أمام سلوكيات خطيرة مستقبلاً، مثل الانسحاب من المباريات الحاسمة أو إثارة الفوضى بدعوى الاحتجاج. ويرى متابعون أن هذه القرارات لم تكن مفاجئة في ظل سوابق مشابهة طرحت فيها علامات استفهام حول الحياد والإنصاف داخل المؤسسة القارية، مؤكدين أن التركيز كان يجب أن ينصب على حماية صورة الكرة الإفريقية بدل الإضرار بها. كما شدد مختصون على أن العقوبات الحالية تفتقر للصرامة ولا تعكس حجم التجاوزات التي شهدها النهائي، معتبرين أن التساهل في الردع قد يشجع على تكرار مثل هذه الأحداث ويسيء لمصداقية المنافسات الإفريقية. وعلى المستوى التحكيمي، أكد خبراء أن اللقطات التلفزيونية أوضحت صحة بعض القرارات المثيرة للجدل، مشيرين إلى أن المنتخب المغربي قدم أداءً قوياً في مباراة صعبة، وأن النتيجة النهائية تأثرت بأخطاء تحكيمية حاسمة. من جهة أخرى، لم تخفي أصوات نقدية استياءها مما وصفته باستمرار الأعطاب داخل المنظومة الكروية الإفريقية، معتبرة أن العقوبات الأخيرة ليست سوى انعكاس لأزمة أعمق تتطلب إصلاحات جذرية وتغيير طريقة التسيير، مع الدعوة إلى إرساء الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.